هحكي لك حكايه كمان، بس الاول عايزك تتخيل موقف. لو انت سايق على المحور ولمبه البنزين نورت، هتعمل ايه؟ اهو الموقف ده حصل بالظبط مع المنصوري، بس كان في حرب وراكب طياره. تخيل، راجع من طلعه ومفيش مطار قريب والوقود خلص. الراجل نزل بالطياره على طريق صحراوي عند الزعفرانه، رغم ان الطريق اللي نزل عليه كان منافي تماما لكل المقاييس. وتعالى بقى اقول لك ايه مواصفات مدرج الهبوط صحيح. العرض ما يقلش عن 100 متر، الطول ما يقلش عن 4000 متر. تخيل ان المنصوري نزل بالطياره بتاعته على مدار 8 متر. يا اخي ولا كانه بيركن عربيه 128 حمر. احمد المنصوري كان انسان قبل ما يكون طيار. قبل الحرب كتب وصيته لمراته، قال لها لو استشهدت ما تتجوزيش من بعدي وربي ابننا. كان رايح يحارب ومش ضامن انه راجع، بس كان مطمن انه بيقدم روحه لله وللوطن. بعد الحرب راح شاف طيارته، كانت معروضه في بانوراما اكتوبر. وقف قدامها وقال لها وحشتيني يا روح قلبي. تخيل كل مره كان يشوفها اكيد كان بيفتكر البطولات اللي كان بيعملها والموت اللي كان بيعدي من قدام عينيه، وكان بيكمل طريقه ولا همه. والله المصريين دول رجاله. واحده ست بسيطه شافته قالت له يا اللي دوخت اليهود، شكرا يا ابو عينين زرقاء. بيقول ان دي كانت اغلى عنده من اي وسام قدمته الدوله، فرحته بتقدير الشعب بتاعه ليه.